نفى المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أي علاقة ما بين اللي انتشر على منصات السوشيال ميديا بخصوص وجود روايح غريبة وكريهة رصدها عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأولى في صباح اليوم في مناطق مختلفة بالجمهورية، وبين اللي بتتعرض له مصر حاليا من آثار العاصفة دانيال. وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات صحفية: مفيش أي علاقة بين الروايح اللي تم رصدها وما بين العاصفة دانيال. تداعيات العاصفة دانيال بتتمثل فقط في إثارة الأتربة وسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، وده اللي بيحصل بالفعل في مصر من امبارح في مناطق مختلفة، وبيحصل في العاصمة القاهرة من صباح اليوم. في نفس السياق أكد مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ إن انتشار الروايح دي بسبب منخفض جوي سطحي بيجذب التيارات الهوائية من الجوانب وبيركزها في الوسط، وبينتج عن ده جذب دخان المصانع والأتربة وغيرها وبينشرها على نطاق واسع. وكان نشر عدد من رواد السوشيال ميديا بوستات كتير بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عشان يسألوا عن سبب وجود روائح كريهة في الجو بتشبه ريحة الغاز والصرف الصحي في أكتر من منطقة بمختلف أنحاء الجمهورية.